ما علامة إظهار النون الساكنة في المصحف الشريف؟ إذا فتحنا المصحف وقرأنا كيف نعرف بأن هذه النون مظهرة؟ نرى على اللوحة علامة إظهار النون الساكنة في ضبط المصحف وضع رأس الخاء من غير نقطة، هكذا كما نرى العلامة رأس الخاء من كلمة خفيف فوق النون نحو من آمن. لاحظتم رأس الخاء من كلمة من فوق النون من كلمة من، هذا دليل إظهار النون عند الهمزة. المثال الثاني كما نراه على اللوحة من هاد، من هاد نون ساكنة مظهرة بعدها هاء، أيضا علامتها كما نرى أننا نضع فوق النون سكونا وشكله كما نرى هو رأس الخاء من غير نقطة من كلمة خفيف. هذا الشكل للسكون اخترعه الخليل ابن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى. هذا بالنسبة لعلامة إظهار النون الساكنة. فما علامة إظهار التنوين؟ هذا ما نراه في اللوحة التي تلي ذلك. علامة إظهار التنوين كما نرى تراكب الحركتين. ما معنى تراكب الحركتين أيها الإخوة؟ يعني الحركة راكبة فوق أختها، ليست تالية لها، ليست زاحلة عنها قليلا إلى جهة الشمال، وإنما فوقها تماما. هذا يسميه العلماء تراكب الحركتين. ما هما الحركتان؟ نرى على اللوحة حركة الحرف والحركة الدالة على التنوين. هذا ما تحدثت عنه في بداية حديث اليوم، أن الحركة الأولى فوق الحرف المنون تدل على حركة الحرف، أما الحركة الثانية فتدل على تنوينه. هكذا هل رأيتم شكل تنوين الرفع؟ عبارة عن ضمة وفوقها نون مقلوبة، نون مقلوبة، هذا علامة التنوين المتراكب إن كان تنوين رفع. أما إن كان تنوين نصب فنرى أن علامته فتحتان فوق بعضهما. نعم، الكسرتان أيضا علامتهما كسرة وتحتها كسرة أخرى تحتها تماما. نرى الأمثلة أمامنا عليم حكيم. لاحظوا بأن عليم تنوين رفع وأن الواو فوقها نون مقلوبة، بينما عذابا أليما لاحظوا الباء من كلمة عذابا وكيف أن فوقها تنوين متراكب، تنوين نصب متراكب. كفار أثيم، الراء تحتها كسرتان، الكسرة الأولى علامة كسر الراء والكسرة الثانية علامة التنوين، يعني إن هذا التنوين مظهر عند الهمزة. إذن هذه هي أيها الإخوة علامة الإظهار بالنسبة لأحرف الحلق الستة سواء كان عند النون أو التنوين. انظروا إلى هذه اللوحة التي تبين لنا كيف أن تنوين الرفع ما أصله وكيف آل إلى الصورة التي نراها الآن. نحن كنا رأينا منذ قليل أن تنوين الرفع عبارة عن ضمة فوقها نون مقلوبة، أصلها هكذا، واو بعدها نون، مثلا عليم، عليم ضمة بعدها نون، ثم مالت هذه النون هكذا، ثم بعد ذلك مالت أيضا فصارت راكبة فوق الضمة. هذا الذي نراه هو شكل تنوين الرفع.